بيبدأ الفيلم ببنت اسمها كاتي، بتكون حجزت بيت عن طريق التطبيق، ولما بتصل ما بتلاقي المفتاح موجود بالصندوق، فبتحاول تتواصل معهم وتبعت لهم مسج، وبترجع بتقعد بسيارتها. بس بتلاحظ إنه في جوات البيت حركة، فبترجع بتنزل وبتدق الباب وبيفتح لها شخص، وبيخبرها إنه حجز هذا المكان من يومين عن طريق التطبيق، وبتقله إنه هي حجزته من شهر تقريباً. فبيقلها تفوت لجوا لبين ما يقدر يفهم المشكلة لأنه برا في مطر، وبالفعل بتفوت لجوا وبتطلب منه إنه يتأكد فوراً من المكان يلي هو حجزه. بعدين بتفوت على الحمام، وبعد ما تطلع بيعرض عليها إنه فيها تبقى اليوم عنده. بنفس الوقت هي بتحاول تشوف بيت تاني بالمكان القريب حواليها، بس بتستغرب لما بتلاقي إنه ما في أي مكان فاضي. فبيقلها الشاب يلي بيكون اسمه جورج إنه قريباً في مؤتمر طبي بالمدينة وصعب تلاقي بيت بهذا الوقت، وبيقلها إنه هي فيها تنام هلأ بالغرفة يلي جوا وهو رح يضل بالصالون. هي بتكون ملا مرتاحة للوضع، بس ما بيكون عندها أي خيار تاني. بعدين بتشوف المحفظة تبع جورج، فبتصور هويته لحتى تأمن على حالها، بعدين بترجع له إياها. ولما بتفوت على غرفتها بتبدل أوعيها، وبعد ما تطلع بتلاقي جورج قاعد وحاطط مشروب لإله وإلها، فبتستغرب من تصرفاته وبتطلب إنه تقعد تحكي معه شوي. بيسألها جورج عن سبب تواجدها بالمدينة، فبتقول إنه عندها موعد شغل مهم مع منتجة أفلام، وبصير يحاول يعرف منها الاسم. بهذا الوقت بيقلها إنه هي عملت فيلم واحد وتفرج عليه. بعدين كيتي بتصير تحكي شوي عن مستقبلها، ولما بتكون بغرفتها بتسمع صوت غريب جاي من الصالون، فبتطلع وبتلاقي إنه جورج عم يصير معه شغلات غريبة، فبتصحي فوراً. هو بيصحى مرعوب كتير، وبتسأله إذا فتح باب غرفتها، بس هو بيقلها إنه هو موجود بالمكان وما تحرك أبداً منه. وبترجع مرة تانية على غرفتها لحتى تنام. تاني يوم لما بتصحى بتلاقي جورج طلع من البيت، وبيكون تارك لها رسالة وكاتب فيها إنه ممكن يرجع على البيت الساعة 4. فبتطلع هي كمان من البيت لتروح على مقابلة الشغل، وهي بالطريق بتلاحظ إنه البيوت حواليها كلها مهجورة. بعدين بتصل على مقابلة الشغل وبتقابل المنتجة، وبيقعدوا بيحكوا سوا. ولما كيتي بتقول للمنتجة إنها قاعدة بمنطقة اسمها بالتيمور، بتستغرب المنتجة وبتحاول تفهمها إنه هذا المكان خطر شوي، وبتنصحها إنها تروح على مكان تاني يكون أكتر أمان. بس كيتي ما بتاخد الموضوع على محمل الجد وبترجع على البيت. ولما بتصل بتشوف واحد واقف من بعيد اسمه جاك عم يناديلها، بس بعدين بتخاف وبتفوت فوراً على البيت وبتسكر الباب بوشه بعد ما يكون لحقها. هو بصير يطلب منها انها تطلع من البيت، بس هي بتكون خايفة كتير من الموضوع. بعدها بتضل تدور على محارم بكل مكان بس ما بتلاقيهن، وبتنزل على الأبو وبترجع بتطلع على الدرج، بس بتلاقي انه الباب مقفول عليها، وبتصير تحاول تفتحه بأي طريقة. بعدها بتنتبه لباب غريب ظهر بالحيط، بس بيكون عتمة كتير ومبين منه أي شيء. روح بتحمل المراية مشان تحطها قدام الباب مشان تقدر عن طريق انعكاس الضوء انها تشوف المكان من جوا، وبتشوف انه جواته في ممر طويل كتير وبتقدر انها تدخل عليه. ولما بتصل لاخره بتلاقي غرفة فيها تخت كله دم، فبتخاف كتير وبتحاول انها تطلع فورا من المكان. وبتسمع من الشباك صوت غريب، وبتصير تدق على الشباك لحد ما يجي جورج لقدامها، وبتطلب منه انه يساعدها، وبيسألها شو عم تعمل بالأبو، وبيطلعوا لفوق مشان تخبره شو يلي صار معها، وبتحكي له عن الغرفة يلي شافتها وإنه أكيد صار فيها جرائم بشعة كتير من زمان. فبيحاول يهديها وبيقلها إنه هو حيروح يشوف الغرفة، وبيقلها إنه هي لازم تستناه لحد ما يرجع. ولما بتلاقيه إنه تأخر بتحاول تنزل لعنده، بعدين بتلحقه وبنشوف إنه قبل ما ينقفل الباب بتلحقه وبتثبته، وبتفوت لجوا لحتى تنادي لجورج بس ما بتلاقيه. وبتلاقي كمان درج غريب جنب الأوضة، وهي واقفة عند الدرج بتسمع صوت جورج عم يناديلها، وبتصير تنزل على مهلها بس بتكون خايفة كتير. ولما بتصل لتحت بتلاقي باب حديد حواليه كتير من الأقفاص وشكلها غريب كتير. وفجأة وهي عم تدور بيظهر لجورج من بعيد، وبيكون واضح عليه إنه خايف، بس فجأة بتظهر واحدة شكلها مخيف كتير وبتصير تخبط راس جورج بالحيط. وكيتي بتكون واقفة ومصدومة من يلي عم تشوفه، وبتتوجه الست على كيتي وبتهاجمها. بعدين منشوف شاب اسمه بارك راكب سيارته وبيجي اتصال من شغله، وبيعرف إنه تم طرده من الشغل لأنه تحرش بزميلته. فبيروح بارك لعند المحامي مشان يفهم الموضوع، وبخبره المحامي إنه الموضوع صعب شوي، وإنه لازم يبيع البيت تبعه يلي ببالتيمور مشان يدفع التعويض. تاني يوم بقرر إنه يعمل هالشي فعلاً، بس بيشوف إنه القضية تبعهم منتشرة بالجرايد والكل عم يحكي عنه. فبيحاكي المحامي تبعه وبيخبره إنه بده ياخد الإجراءات تبعه بسرعة، بس بيخبره المحامي إنه السفر بالنسبة له هلأ مو فكرة جيدة، لأن الشرطة رح تفكره إنه عم يحاول يهرب من السجن. وبيكون بارك محتار كتير وما عرفان شو بده يعمل، فبيروح على أقرب شركة مشان يحجز بيت، ومنشوفه أخذ نفس البيت اللي كانوا فيه كيتي وجورج، وهو جوا بيكون باب الأبو مفتوح فبيسكره. بعدين بيسمع صوت غريب فبيتصل بالشركة، وبيخبر الموظفة إنه في حدا تاني مستأجر المكان، بس هي بتقوله إنه ما في أي حدا، وبتعصب عليه لحد ما بتقفل الخط بوشه. بعدين بيطلع من البيت وبيروح على البار ليقابل صديقه يلي بيكون صار له زمان ما له شايفه، وهن عم يحكوا بيعترف له بأنه هو تحرش بزميلته، بس ما بيقدر يخبر المحامي بهذا الشيء.
بعدين بيرجع على البيت وبقرر يبعت لها رسالة مشان يعتذر لها على يلي صار. وتاني يوم لما بيصحى بيشوف الشنطة تبع كيتي فبيفتحها وبيلاقي فيها اللابتوب، فبيفتح اللابتوب ليعرف مين هي، بس ما بيقدر يعرف أي شيء لأنه لما بيفتح اللابتوب بيكون عليه باسورد. فبيقرر بعدين إنه ينزل على الأبو، بيروح بياخد معه كشاف وسكينة وبيلاقي تحت حبل وبيلاقي باب عم يفتح لحاله، فبيطلع فوراً من الأبو وبصير يحاول يعمل بحث على الإنترنت عن الممرات السرية. بعدين بيرجع بينزل على الأبو وهو عم يدور بيلاقي الدرج اللي كان موجود، وبصير يقيس المكان كله لحتى يعرف هو وين موجود بالضبط. وبيصل على الغرفة الغريبة وبيلاقي فيديو شغال عن تعليم الرضاعة للأطفال الجدد. بعدها منشوف المتر انسحب من إيده وبتظهر له الست المرعبة مرة تانية وبتصرخ بوشه، فهو بيحاول يهرب بس الست بتضل تهاجمه. وبالأخير بنعرف إنه كيتي لساتها عايشة وموجودة بالقفص يلي جنبه. ومنرجع للقصة من الأول ومنشوف شاب اسمه فرانك طلع من البيت وراح على الماركت مشان يشتري شوية أغراض لأطفاله، بس بنعرف إنه هو مو مخلف بس رح يحتاجهم بالفترة القريبة. وبيحط أغراضه بالسيارة ومنشوف ست من بعيد مع أغراض كتير وعم تضبهم، فبيضل يلحقها ويراقبها. بعدين بيرجع على البيت وبيقابل جاره يلي بيخبره إنه أغلب سكان الحي رح يغادروا المدينة بسبب نقص الأكل بهي المنطقة ورح يروحوا على منطقة جديدة. وبيفوت على البيت مشان يروح يحط الأغراض بالأبو. أول ما بيفتح الباب بنسمع صوت وحدة عم تصرخ وتطلب المساعدة. ومنرجع لكيتي اللي بتكون محبوسة مع بارك وبتفهمه إنه ما لازم يصدر أي صوت لأنه هي الست بتتعامل معهم على إنهم أطفال وما لازم يصدروا أي صوت. بعدين بتجي هي الست وبتعطيهم بيبروني كبيرة مشان تطعميهم، بس هو بيرفض يعمل هالشي. ومنشوف كيتي إنه وافقت وعملت اللي بدها إياه الست، بس بتجي لعنده الست وبتاخده على الغرفة الثانية وبتصير تحاول تطعميه بأي طريقة. وبتحاول كيتي إنها تستغل هي الفرصة وتهرب من المكان، بس للأسف بتخبط بالمتر تبع بارك وبتطلع صوت عالي فبتسمعها الست فوراً وبتضل تحاول تطلع من البيت، وبالأخير بتقدر إنها تكسر الشباك. وبيجي جاك وبيطلعها بآخر وقت وبيكون هو يلي حذرها من إنه تدخل على هذا المكان. وهي بتحاول تفهمه إنه لسه في شخص تاني محبوس ولازم ينقذه، بس هو بيقلها إنه هالشي مستحيل لأنه لازم تطلع من المدينة قبل ما تصير الدنيا ليل، لأنه هي الست رح ترجع تطلع وتدور عليها. ومنرجع لبارك اللي بيكون قدر يطلع من الغرفة اللي هو فيها وبيروح على غرفة تانية وبيسمع صوت التلفزيون. وبيشوف فرانك لسه عايش وشكله عجوز كتير ومتسطح على التخت ومو قدران يتحرك من مكانه. بعدين بيلاحظ إنه في العديد من أشرطة الفيديو قدام فرانك عن البنات اللي خطفهم لما كان صغير واعتدى عليهم، فبيطلع من الدرج الصغير المسدس مشان يقتل حاله. كيتي بتتصل بالشرطة ولما بيجوا بتحكي لهم يلي صار معها، بس هن طبعا ما بيصدقوها لحد ما بيروحوا على البيت وبتعرف كيتي إنه الباب ما عم يفتح معها. فبالأخير الشرطة بيتركوها وبيمشوا وبيعتقدوا بأنها مجنونة. وبالليل بتحاول كيتي تكسر الباب مشان تاخد مفاتيح سيارتها وبتطلع فوراً وبتركب بالسيارة، بس قبل ما تمشي من المكان بتظهر لها الست المخيفة وبتهاجمها، فبتمشي كيتي بأقصى سرعة. بعدها بترجع على الأبو مشان تساعد بارك اللي بيكون سمعان صوتها وبيكون ماسك بإيده السلاح لأنه بيكون خايف من هي الست المخيفة. ولما بيقوس لأنه خايف للأسف بتجي الطلقة بكيتي بالغلط، فبيحاول يساعدها وبيطلعوا من البيت فوراً. ولما بيطلعوا ما بيلاقوا الست المخيفة بالسيارة فبيحاولوا يهربوا من المكان والشارع فوراً، وبيلاقوا جاك واقف من بعيد وعم يناديلهم مشان يحكي معهم. وواحد من السكان بيخبرهم إنه هي الست كانت وحدة من الضحايا تبع فرانكي اللي خطفهم، وللأسف كان بيخلف منها وبيحبسها بالأبو لحالها وبيقتل الأطفال. وبعدها فجأة بترجع بتظهر هي الست مشان تخلص عليه، وكل واحد منهم بيهرب باتجاه. وبتصير كيتي تحاول تطلب من بارك إنه يستناها، بس بسبب التوتر بيوقع منه السلاح على الدرج. فبيقرر بارك إنه يرمي كيتي من على الدرج من أعلى طابق على الأرض، وبيقول للست إنه ابنها قرب يموت. فبتروح الست بأقصى سرعة مشان تلحق ابنها وبتموت هي، وبنعرف إنه خطة بارك نجحت. وبصير يحاول يعتذر من كيتي على يلي صار، بس بترجع بتظهر له الست المرعبة وبتهاجمه وبتخلص عليه، وبتطلب من كيتي إنه ترجع معها على البيت. بس كيتي بتقدر تاخد المسدس من على الأرض وبتخلص عليها وبيخلص الفيلم. ولهون بتخلص قصة الفيلم. وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.